المغرب يخطف صفقة بالملايير من تبون، وفرنسا ترفض دعم البوليزاريو وانقلاب أصدقاء الجزائر عليها. الإخوان السلام عليكم، نهار مبروك، يحييكم أخوكم طارق حجاب في حلقة جديدة وفي مواضيع جديدة، حلقة ستثلج صدوركم. خليكم مع نهاية الحلقة، نبدأ على بركة الله. يا عمي تبون، يا عمي تبون، وقعت لي واحد الكارثة ما تبغيهاش لعدوك، والله إلا ما تبغيهاش لعدوك. هادشي كاع اللي كيوقع لي هاد الأيام كلها والله ما تبغيهم لعدوك. لكن عمي تبون المهرج الذي سئم ومل من الرقص في التيك توك، اسمع اش غيوقع ليه، اسمع وتمتع مزيان. عقلتوا على الزيارة ديالو للصين اللي قال لك اسيدي انه قد وعده الرئيس الصيني ب 36 مليار دولار على شكل استثمارات في الجزائر. ملي جينا كنقلب وكنشوف وسائل الاعلام وكذا، لقينا حتى واحد ما قال الا هو ووسائل اعلامه، يعني قال لي فودنا هذه ما عمرنا ما سمعنا في التاريخ الا عند تبون بوحدو 36 مليار دولار. كنهضروا على رقم اللي ماشي سهل. استثمارات الى اليوم داز دابا اشهر ما كاين لا استثمار ولا مشروع ديال الاستثمار ولا دراسه ولا مباحثات ولا اي شيء. هاد 36 مليار دولار اللي تبون مازال كيوهم بها الشعب الجزائري، واللي دخل على اثرها كما قلنا في حلقه ديال الصبح، دخل نعم سيدي نقولوا الكتاب ديال الارقام ديال الكذب. واحد من المشاريع اللي كان مراهن عليها تبون، مراهن عليها الجزائر من بعد هذه الزياره مع الصين، كان مراهنين يعني هاد 36 مليار غتكون على شكل مشاريع، ربما واحد 500 مليون، واحد ب 30 مليون، واحد ب 70 مليون، كل واحد شنو كاين، يعني غنوصلوا ل 36 مليار. هذا ما قاله تبون الرئيس، قال لك في الاجتماع ديالي معاه، ماشي شي حاجه جاب من راسو ولا جاب شي واحد قالها والسلام. واحد من المشاريع اللي كان مراهنين عليهم الان غيخطفوا لهم المغرب وهم لا يشعرون. يعني كيفاش غيبرر دابا تبون هذا الفشل ديالو؟ اليوم الجمعه السيد عزيز اخنوش اللي هو رئيس الحكومه ديالنا يوقع على اتفاقيه للاستثمار بين الحكومه المغربيه ومجموعه BTR نيو ماتيريال جروب الصينيه اللي كتعتبر رائده في المجال ديال صناعه البطاريات ديال السيارات الكهربائيه، بالقيمه ديال 3 ديال المليار ديال الدرهم. مشروع اللي غادي يكون في طنجه بحول الله 3 ديال المليار ديال الدرهم. وقعوا السي عزيز اخنوش بالحضور ديال السفير ديال الصين وشخصيات صينيه اخرى والممثلين ديال الشركه ديال BTR كما قلنا رائده في المجال ديال صناعه ديال السيارات الكهربائيه. هذا المشروع كان من المفترض في نظره هو وحسب ما كان يروجون له، قال لك انه غادي يكون في الجزائر. عرفتي كنهضروا على 3 ديال المليار ديال الدرهم، كيف كان الحال الاخوان. اذا هنا ما فهمناش فينا هو هذا المشروع اللي تيهضر عليه تبون، فينا هو المشروع اللي تيهضر عليه، مشروع ضخم واللي بحول الله غادي يخلق ازيد من 2500 فرصه الشغل، واللي حسب البلاغ ديال رئاسه الحكومه اعلن ان هذه الاتفاقيه تهدف لاقامه وحده صناعيه لانتاج الاقطاب الكهربائي لبطاريات السيارات، واللي غادي تخلق اكثر من 2500 فرصه ديال العمل ديال الشغل. وهذا المشروع كما قلنا فضلت فيه الصين والشركه ديال BTR المملكه المغربيه. غادي يكون المشروع الاول من نوعه وهو الاضخم في منظومه صناعه البطاريات ديال السيارات الكهربائيه بالمغرب كما قلنا في طنجه، وسيبدا بحول الله التشغيل سنه 2026. توقع مع الشركه، ما بين الشركه والحكومه، ماشي كنهضروا على حلم ولا طموح ولا امل، لا توقع. يعني الجزائر مشات هرب لها من بين يديها. السؤال الذي يطرح نفسه لماذا؟ علاش الصين غادي تخلي في هذه الحاله هذه حسب ما قالت تبون غيكون عندهم اتفاق مبدئي على انه يكون في الجزائر وغتخليو تجي للمغرب؟ غادي يكون السلقجع هاد اللي مات شويه شناك، ولكن رجعتي دابا للمشاكل. اش دخلك السلقجع تمشي عاوتاني تدخل انت غتجبدنا الصداعات مع الجيران. المشروع حسب البلاغ اتى في مرحلتين يعرف فيها قطاع السيارات بالمغرب، السيارات الكهربائيه بالمغرب، السيارات يعني بصفه عامه، وخصوصا المغرب غير يركز على الصناعه ديال السيارات الكهربائيه تحولا ملحوظا وتركيزه مستقبلا على السيارات الكهربائيه
و كيبان لي هادي بغاو يقلوا لي من السم. لا والله الا بغاو يقلوا لي من السم، كيبان لي بغاو يمرضوهم. ودليلا على قوة العلاقات بين المملكة المغربية والصين. يعني النظام كابران كنتسائل هنا باش غادي هذه القضية، باش غادي يعني باش غادي يدير لها الصقل، باش غادي يدير لها شوية البوليساج، باش غيكذب على الشعب ديالو. اشنو غادي يقول؟ باش غيتدرع دابا؟ كيفاش انت تقول لنا كرئيس انا اتفقت مع الرئيس الصيني ودرت معاه اتفاق باش نديروا 36 مليار دولار كاستثمارات في الجزائر، فاذا بما استثمر عندنا والو. واحد من المشاريع اللي معولين عليهم كيهزوه كينقلوا كيمشي يديروه في المغرب وكيتوقع مع رئيس الحكومه وانتهى الامر وقضي. زائد انه حسب البلاغ ديال الحكومه اعلنت على ان هناك مشاريع اخرى مبرمجه في المستقبل. يعني حنا ما تنهضروش على هذا البرنامج، على المشروع بوحده، راه هناك مشاريع اخرى غتكون مشاريع موازيه وغتكون مشاريع تكميليه، بالاضافه الى ان الصين ولات كتنفتح على المغرب، بالاضافه الى ان الصين مؤخرا يعني خدات واحد المنحى ايجابي يعني مع المغرب، وخصوصا في ملف الصحراء. ملي كنرجعوا القرار الاخير 27/03 الصين اللي كان بامكانها انها على الاقل تمتنع عن التصويت ارضاء الجزائر، وكان بامكانها ان سيدي تعارض القرار ارضاء الجزائر، وكان بامكانها حتى انها تمشي اشنو دير تستعمل حق الفيتو، لكن شنو دارت؟ صوتت لصالح القرار الذي اتى مرضيا للمملكه المغربيه ومعاكسا لنظام الكابرنات في ملف الصحراء. والقرار الذي جاء في مجمله يعتبر الحكم الذاتي حلا واقعيا وعادلا ومرضيا، وصوتت عليه الصين وما ادراك ما الصين. الصين الان اللي فاتحه المغرب وغادي دير معاه استثمارات وشراكات واتفاقيات. اين الجزائر من كل هذا؟ هو السؤال اللي عندي كيطرح نفسه. اين الجزائر من كل هذا؟ اشنو غدير الجزائر هنا؟ كيفاش غتبرر الموقف؟ كيفاش غتدارك الامر قبل كل شيء؟ حنا كنعرفوا ان الصين يعني ببساطه الى نظام الكابرات مشى قال شي كلام وقال انه ادعى، نتحدث عن الادعاء ماشي عن الانتقاد، ادعى انه راه مازال هناك مشاريع ولا كذا. الاعلام الصيني بالمرصاد وكفيل بانه يجيب على هذه القضيه هذه ويكذب نظام الكابرانات ويفضحوا امام الشعب ديالو ويفضحوا امام المجتمع الدولي على ان ليس هناك لا من استثمارات ولا من اتفاقيات ولا غيرها. كارثه. فبهت الذي كفر. اسمع واحد الصدمه اخرى باش تعرف انه هادو اللي كيتسموا ديال الداعمين البوليزاريو وكذا والاصدقاء بين قوسين اللي كيقولوا عليهم تبوا انهم اصدقاء الجزائر واصدقاء الجمهوريه الصحراويه المزعومه يتساقطون تباعا، يتساقطون ولا نبالغ. اسمع واحد الصدمه وواحد الصفعه غتوقع للبوليزاريو والجزائر. ناضو سيدي داروا واحد العمليه اللي تصرفت عليها الملايير، وكتعرف انهم كيلعبوا مؤخرا باللوبيات، كيمشيو غير اللوبيات. مشاو سيدي شافوا واحد اللوبي فرنسي شيوعي، دوك العسريين كنقولوا حنا، وخرج رئيس المجموعه البرلمانيه المتضامنه مع البوليزاريو وقال لك سيدي غادي يعقد ندوه في البرلمان الفرنسي. لاش؟ اسمع مزيان، اسمع مزيان اخي المواطن. قال لك لمناقشه قضيه الثروات في الصحراء. وشنو كنفهموا هنا ملي كيهضر على القضيه ديال مناقشه القضيه ديال الثروات في الصحراء؟ اشنو فهمتي اخي المواطن؟ علاش بالضبط في هذا الوقت هذا، هذا الوقت الحساس؟ شنو في هذا الوقت شنو كاين؟ كاينه محكمه العدل الاوروبيه الان اللي كتناقش الملف ديال الاتفاقيه ديال الصيد البحري، واللي وحده من الخلافات فيها او الاختلاف فيها هي هذه المساله ديال الثروات في الصحراء. جاو هما في هذا الوقت الحساس وبداو يناقشوها بحال زعما كيحاولوا باش ياثروا على المحكمه ديال العدل الاوروبيه. زعما دعمي البوليزاريو في تقرير مصيرها، دعمي البوليزاريو وخرجات المحكمه يعني في المرحله الابتدائيه وقالت ان البوليزاريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، وخرجت المدعيه العامه وانتقدت هذا الامر هذا يعني وعارضت وقالت لك انه ما عندها حتى شي صلاحيه البوليزاريو باش انها تمثل لا شعب الصحراء ولا غيره، وان هذا الامر من اختصاص الحصري ديال الامم المتحده. فبالتالي بقى عندهم الموضوع ديال يقول لك الثروات ديال الشعب ديال الصحراء بين قوسين. اذا بغاو واش يديروا؟ ياثروا على القرار ديال المحكمه الاوروبيه، محكمه العدل الاوروبيه في الصيد البحري. داروا هاد الندوه هادي زعما غنعرفوه غنديروا زيطه وزنباليطه، بدا كل واحد يتحرك بطريقته الى غير ذلك. لكن ها الصدمه والصفعه، علاش قلت لك يتساقطون تباعا؟ ما الذي حدث الاخوان؟ الندوه ما حضر لها حتى واحد،
كان موجه دعوات لشي برلمانيين، فاذا ما جاوش الاخير والدقيقه 90 وقلبوا عليه الطاوله داروا الريمونتادا وما جاوش ليه، خلوه جالس بوحدو ما كاين حتى شي حاجه. بالاضافه الى ذلك كان معول على واحد الاطراف اللي هي مهمه جدا، معول عليها باش يكبر الطرح. شكون هم؟ اعضاء ديال السلك الدبلوماسي ديال الدول الافريقيه اللي كتدعم البوليزاريو، يعني دوك السفراء والقناصله، يعني دوك الموظفين الدبلوماسيين ديال الدول اللي كتدعم البوليزاريو، كلهم عندهم تمثيليات دبلوماسيه في فرنسا. طبعا هذه كنعرفوها. كان دار معاهم وجه لهم دعوه باش يجيو يناقشوا هذا الامر، يعني غيكون واحد الحفل كبير ولا كذا، واحد الندوه ونكبروا القضيه. الصدمه هو انه لم ياتي احد، ما جا حتى شي واحد من الاعضاء ديال السلك الدبلوماسي ديال هذه الدول، ولا واحد ما جا، ولا واحد. علاش الاخوان في نظركم؟ علاش في نظركم؟ ببساطه خصك تعرف واحد القضيه، انه ملي كنوصلوا للصحيح، هذه في الحياه العاديه وفي الحياه اليوميه وكذا، ملي كيكون عندك شي حاجه ديال بسيطه كتلقى واحد اللي كيدعي انه معاك وكيدعمك وكيطيح معاك في العافيه، لكن امتى كيبان؟ يعني كتبان فعلا ديك الموده وديك التلاحم، امتى كيبان؟ يعني عند الشده، ملي كيكون الامر فيه مشاكل ويقدر يتعرض هو للمشاكل. اني باش نعاونك نهز معاك شي حاجه ديال 5 متر ولا نطلع معاك في الطوموبيل سهله، ولكن باش انني نتقاتل معاك وكيف كنقولوا بالعاميه نطيح معاك في العافيه ونقدر نعرض راسي للمشاكل، هاد الناس ما تلقاش منهم بزاف، قلال اطراف ولا ناس ولا دول ولا شنو. لان خير مثال ملي كنرجعوا للحزب ديال يولاندا دياس في اسبانيا، التحالف ديال سومار، نهار كله هو كيغوت ندافعوا الجمهوريه الصحراويه الشعب الصحراوي ياك. ملي وصل الامر للصحيح، ملي وصل التحالف مع الحزب ديال بي اس واي من اجل تشكيل الحكومه، ما بقى هضر على الصحراء لا والو، اتفاق خلا من اي بند يتحدث عن الصحراء المغربيه. ما بقاو هضروا على الشعب الصحراوي لا والو، هضروا على القضيه الفلسطينيه، ولكن القضيه الصحراويه ما هضروش عليها، رغم ان في الصفوف ديالهم كاينه وحده من البوليزاريو حتى هي ما هضراتش، قلبات الموضوع. يولاندا دياز نهار كله كترطق، ملي دابا شافت القضيه غدا تحماض وغتخرج على المنصب ديالها وغتدخلات العزله وغتبدا تخسر شي حوايج، بدات تخسر في الحكومه يعني اللي كتنتمي لها هي، اشنو دارت؟ وجهوا لها دعوه باش تجي المخيم ديال تندوف، رفضات. كانت قد قدمت هي وحزبها ذاك المقترح ديال التجنيس ديال الصحراويين وسحبته دون تبرير، دون مبرر او سبب، رغم انه كان قد بدات دراسته، كانت قد بدات دراسته في البرلمان واستجاب له البرلمان، كان باقي خصو غير تصويت، وسحبته دون معارضه دون اي شيء. هذا بالضبط ما يحدث. فهاد الناس هادو اللي هما اعضاء السلك الدبلوماسي، لانهم علاش لم كيتخلصوا الاخوان، راه ماشي مواقف ثابته. الموقف الثابت انت كتدافع عليه بالغالي والنفيس، لكن ملي كتكون حاجه مشريه راه عندك واحد الحدود، عندك واحد الخط الاحمر. دجاجه سير خذ لها في اللوز ديالها يبان لها سبع ضارب معاه، تعمي من عينه ولا دجاجه. عرفتوا علاش؟ ما مخلصاش شي واحد، ما عندهاش مصلحه، لان داكشي خارج لها من الداخل، لان هذاك يعني فلتت كبدها، هذه دجاجه ماشي انسان. كيولوا فيها 10 لا ما ولاوش فيها اكثر. سير عند كارد كور كتخلصوا يدافعوا، ولكن الا بالي شي حاجه فيها صافي غيتشرشم كلشي وغيموت ولا شي انفجار ولا كيهرب بحالته ويزيد. هادشي اللي كاين، لان داكشي عنده مقابل، عنده ثمن. ولكن لا قدر الله لو كان باه اللي يسمى في هذه القضيه عارف راسو غادي يموت وكيمشي، ولا ولدو ولا شي واحد عارف راسو غادي يمشي يموت وكيمشي. عطيتك واحد المثال اللي بسيط اخي المواطن، غير باش نفهموا الصوره مزيان شنو بغينا نقولوا على هاد الناس. علاش ما حضروش الاعضاء ديال السلك الدبلوماسي؟ لانه لا يصح الا الصحيح. الناس ما دافعينش من اجل مساله صحيحه ولا من اجل مواقف ولا مبادئ ثابته، دافعين من اجل مصالحهم وما جاوش حضروا. دابا علاش قال لك غادي نخلقوا ازمه مع فرنسا؟ ماشي قالوها، هذا تفسير قراءه، انهم غيخلقوا ازمه مع فرنسا. فرنسا الان بدات كتوجه نحو المغرب، بدات كتبني مع علاقات طيبه وعلاقات قويه صار على ايمانويل ماكرون بنفسه. ستيفان سيجورني ها هو كيتحرك وقال ان ايمانويل ماكرون كلفه هو شخصيا باش يبني علاقه جديده مع البلدين مبنيه على الثقه، ويرمم هذه العلاقات ويرجع الجسور ديال التواصل. فبالتالي كيكون حناش غنبداو مشاكل مع فرنسا، غنبداو نتعارضوا معاهم حنا الدول المقيمين عندها. اشكاليه. وشكون اللي حضر؟ حضروا سيدي فقط بعض الداعمين البوليزاريو من الجاليه الجزائريه، بعض شي وحدين ماشي شي عدد كبير حضروا، وكانت فضيحه. ما لقى ما يناقشوا له، ضرب بوحدو السيد، ولكن كيغني غير بوحدو وما كتصنت ليه حتى واحد.
واش دار في هذه الندوه هذه؟ خرجوا طلبه قال لك من الشركات الاوروبيه والاتحاد الاوروبي وقف التعامل مع المغرب بما يشمل الصحراء المغربيه وثرواتها. وما قال الصحراء المغربيه، انا اللي كنقول الصحراء المغربيه، بما يشمل الصحراء وثرواتها، وتحدث عنها بالثروات سيدي وعدم استفاده الساكنه وكذا. علاش هادشي؟ باش يوصل هذا الكلام، يوصل ستيفان سيجورني ويضرب السياسه الجديده ديال فرنسا من اجل التقارب مع المغرب، يعني باش يعكسهم ويبين على ان هناك طرف يعني دبلوماسي ولا طرف يعني في الحكومه الفرنسيه وفي النواب الفرنسيين اللي كيرفض هذا الاتفاق وهذا التقارب مع المغرب ويوقف ليه عثره. هذا ما يريده، ولا يميز هنا بين الموقف الفرنسي ديال الدوله وبين موقفه هو كحزب. ولكن اكيد شوف، ملي كيدير واحد الخطوه بهذا الشكل هذا وهي غير محسوبه العواقب، وانا اقول لك يعني الدبلوماسيه الفرنسيه راه ماشي ساهلين، راهم محنكين، راه ماشي ما فاهمش الدلالات ولا الابعاد ديال ما قام به، راه فاهمهم وعارفهم، لكن يقوم به ارضاء لنظام الكابرنات وانه نقولها بالعاميه باش يحرر فلوس وخلصوني وانا درت لكم داكشي اللي قلتوا لي، انا بسطتها لك زعما اي عطيتوني، ولكن انا هضرت ودرت كذا ودرت لكم الندوه ودرت كذا، رغم انه يعرف انها عقيمه دايرها فقط باش يرضيهم وباش انه يعني دوك الفلوس ديالو يبررهم، انا نتخلص من عندكم، ولكن راه انا درت. علاش كنقول لك لا يصح الا الصحيح؟ ها هما ما قدروش يحضروا ملي وصلوا يعني الوقت الحسم، هما هربوا، ما جا حتى واحد، وهما اصدقاء هذول تيسموا دول صديقه ودول شقيقه، دول اللي كتدعم. تصور دبلوماسيين ديال جنوب افريقيا ما حضروش، دبلوماسيين ديال كينيا ما حضروش، دبلوماسيين ديال موزمبيق ما حضروش، ما بغاوش يحضروا، ودول اخرى رفضوا. الدبلوماسيين ديال ناميبيا ما بغاوش يحضروا، لكن انت تصور ما حضر لي حتى واحد. ها هما اللي تيضلوا يقول لك حنا مع الجزائر ومع الجمهوريه الصحراويه ومع الشعب الصحراوي ومع كذا ومع كذا وتقرر المصير، ما حضروش هذه الندوه مديره في فرنسا، رفضوا لانه لا يصح الا الصحيح. فاللهم اجعل كيدهم في نحورهم، وعاشت المملكه المغربيه الشريفه، ولا عاش من خانها ولا غالب الا الله. اخوان، كنتمنى ان الحلقه نالت اعجابكم وكانت عند حسن ظنكم. كنشكركم بزاف على المتابعه، وكنشكركم على وقتكم الثمين وعلى دعمكم المستمر. لا عجبتكم الحلقه ما تنساوش تعطيونا لايك، شاركوا معنا في القناه، خلونا تعليقاتكم، وطبعا دير واحد شير او بارطاج لتعم الفكره والفائده. كيحييكم خوكم طارق حجاب، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله.